أكتر حاجة بتفرق ما بين صاحب بيزنس وصاحب بيزنس تاني هي طريقة تفكيره. مهما كانت طبيعة شغلك لازم تطور من نفسك طول الوقت. الاستمرارية عامل مهم من عوامل النجاح. من أهم العوامل برضو اللي هي مهمة للنجاح إنك لازم تتقدم. خليك فاكر وإنت بتواجه أي مشكلة إنك ممكن تشوفها بطريقتين، طريقة تخليك ثابت مكانك وطريقة تخليك فعلا تتقدم. خليني أقول لك، صاحب التفكير الثابت بيسأل دايما عن السبب، ليه حصل لي كده؟ ويا ترى مين السبب؟ وإمتى تتصلح الظروف؟ لكن اللي بيتقدم ما بيسألش الأسئلة دي، تلاقيه دايما بيسأل عن الحل. يا ترى أعمل إيه دلوقتي؟ إيه اللي ممكن أتحكم فيه؟ إيه أقل خطوة ممكن أعملها دلوقتي؟ الفرق طبعا واضح ما بين الاتنين. الأول مستني الظروف تتغير، لكن التاني بيغير من تعامله مع المشكلة، فبالتالي الظروف بتتغير معاه. الحقيقة بقى إن البيزنس مش محتاج تفكير مثالي، لكن محتاج تفكير مسؤول. دايما اسأل نفسك، يا ترى أنا مستني إيه؟ وإمتى هتحرك؟ وفي الفيديو جاي هقولك إزاي تضاعف دخلك بطرق مختلفة وبسيطة. أنا أحمد طلبة، ولو مهتم تبني بيزنس صح تابعني، واللي جاي هيفيدك أكتر. بالتوفيق.